وجولة بين بحور الشعر والأدب وفارس الأغنية الإماراتية علي الخوار. برحب فيكم مشاهدينا من جديد. منذ صغره تعلم السباحة في بحور الشعر، فأجاد وأبدع ليتمكن من امتطاء صهوات القوافي، فيصول ويجول في ساحات القصيد الإماراتي، فيتغنى بأشعاره كبار المطربين والمطربات، ليحمله بساط الشعر السحري إلى منصة النجاح والتكريم. أكيد مشاهدينا عم بحكي عن الإماراتي الشاعر علي الخوار. أهلا وسهلا فيك شاعر الوطن. الله يسلمك. كيفك؟ كثير مبسوطة أنك موجود معنا، واليوم نسمع صوتك اللي كثير حلو. الله يسلمك. صمت الكلام. كلام الصمت. كلام الصمت. ايوه كلهم يغلطون ما بين صمت الكلام. كلام الصمت. شو بيقول الكلام بالصمت؟ يقول اسمعيني وانا ساكت وش اقول، اسمعيني وانا ساكت وش اقول، السكوت احيان ابلغ من الكلام، والرجال اصلا صناديق وقفول ما يفك صدورها الا الهيام، وش اقول وما تبقى لي حلول الا عزة نفس ما ترضى تضام، ما تعودت الخضوع ولا النزول ولا ركعت الا لخلاق الانام. هذا مقطع من علي الخوار. تاخرت بديوان شعري مسموع. طبعا اكيد تاخرت، ومع ان الاستديوهات عندي موجودة في المكتب يعني لكن مثل ما يقول المثل باب النجار مخلع، فانا اتعايز اني اروح اسجل القصيده. كلام الصمت امتى حيكون بالاسواق وشو بيحمل؟ ان شاء الله قريب جدا، يعني حاليا في طور الطباعه اعتقد والتجهيز. يحمل 31 قصيده ومنوعه ما بين العاطفي والاجتماعي والوطني. يعني عاطفي اجتماعي ووطني. انت كثير بتحب تكتب وطني. طبعا انا وطني، يعني انت وطني حبيبي يعني. الشعر الوطني كثير كمان ساهم بنجاحك فينا نقول وانتشارك بالبدايات، صحيح؟ اكيد. انا يهمني، انا اول اغنيه يمكن غنى لي الفنان مدحت حمد وانتشرت على مستوى الامارات كلها وعطوني من خلال اغنيه وطنيه. صحيح. كان في القلب حبك ترسخ يا بلادي اسمها، ومن بعدها طبعا انتشرت في كذا مجال او في كذا غرض من اغراض الشعر، سواء كان عاطفي او اجتماعي او كذا. اليوم بالالبوم المسبوع رح يكون في اغاني وطنيه للعيد مثلا القادم، او بيكون في قصائد وطنيه بس مش العيد القادم. العيد القادم انا اتحضر من الحين، شغالين انا واخواني والشباب والشعراء والملحنين والفنانين، فجالسين في طور التحضير حاليا. طيب علي الخوار، 31 قصيده حتكون مغنات ولا بس رح نسمعها بصوتك؟ لا بصوتي، بعضها شيء تغنى منها وشيء بعد ما تغنى وشيء جديد بعد ما طلع اصلا يعني. طيب هل دائما لازم يكون الشاعر صوته حلو بيجيد الإلقاء ليوصل يمكن القصيدة بشكل أسهل وأحسن للمتلقي؟ أنا والله أعتقد أي شاعر يتمنى أن يكون عنده ملكة الإلقاء ويكون يكون صوته زين. أنا صوتي على قدي وإلقائي على قدي، وأتمنى أني أكون وصلت لقلوب الناس من خلال إلقائي ومن خلال الشعر طبعا في البداية ومن خلال الإلقاء أو طريقة الأداء. إلقائك بحببنا بالقصائد. والله أتمنى في اسمع شي قصيدة من الألبوم؟ من الألبوم نفسه سمع، أو أي شيء حابب تسمعنا يتفضل. بما أننا نحن أصلا في طور تحضير للعيد الوطني، فشو رأيكم أسمعكم شيء عن الوطن. الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه كاتب 4 أبيات أنا كملت عليها. حلو. فهو يقول لي يتكلم عن الشيخ زايد ويخاطب الشيخ زايد الله يرحمه، فيقول المنهج اللي رسمته يا أبونا العود عليه باقين والآمال تتجدد، والمنهل اللي بذلته وما عليكم زود، شعبك صباح ومساء من مورده يورد، أبشرك عن خليفة ليه يحب الجود، إنه مثل ما تريد القائد الأوحد، وأبشرك عن ولدك إنه على المعهود، وإنه مثل ما تحيد وتذكر محمد. ويتكلم عن ناسه. فأنا كملت أقول له وأبشرك عن لآلي عقدك المنضود، إنهن مثل ما تحب وترتضي وزيد، عقد اتحادك على المعهود والموعود، كل يوم يقوى ويتكاتف ويتوحد، سبعا يزين بحكام وولاة عهود، في ظلهم قلب دارك بالوفاء يسعد، والشعب كل يوم يشكر فضلك
المحمود، واسمك ما بين الحنايا خالد مخلد، جيل ورا جيل ياتي وانتبه موجود. ذكرك يا ابونا بصوت الفخر يتردد، واحنا وشعب طموحه ما يعرف حدود. في كل يوم بنا الانجاز يتاكد، نسعى لغاياتنا وبدونها منعود. لا بارك الله بمن له غايه وعود، نسعى لغاياتنا وبدونها منعود. لا بارك الله بمن له غايه وعود، لاحلامنا الساميه ما ندخر مجهود. لو نوعد الياه نوصل له على الموعد. راياتنا فوق هام المستحيل شهود، والمجد واهله الامارات العرب يشهد. نغنم من ايامنا البيض قبل السود، ونبيض بفعلنا وجه الزمن الاسود. ما دامنا اسود لازم في الزمان نسود، بالعدل نكبر ونتواضع ونتسيد. كل يشيد وطن فوق الثرى ممدود، واحنا لنا عترة يا موطن مشيد. بالخير دايم نمد قلوبنا ونجود، والخير فينا يا ابونا منك متعود. والفضل يرجع لرب العالم المعبود، اللي لفرضه نقوم ونركع ونسجد. بنزرع ورود يجني في الزمان ورود، وانت زرعت الوفا في شعبك وورد. مولودنا في مدارس منهجك مولود، وكبيرنا يدعي لك كلمة تهجد. وبلادك تسير يا رمز العلاء في صعود، كل يوم تخطو إلى أبعد من الأبعد. وإحنا بنبقى في خدمة الاتحاد جنود، كل تحت رايتك وامجادك تجند. هذه بلادك وهذا عزك المشهود، تمشي ونمشي على منهجك ما نبعد. صارت عروس الزمان وحلمهم منشود، كل ما ذكر اسمها أو كل من ذكر اسمها يصلي على محمد. حلو. قد ايه مسؤولية كبيرة انك تكمل ابيات شعر كاتبها الشيخ محمد؟ والله هي مسؤولية طبعا، ونتمنى اني اكون كملت على نفس المستوى الراقي للابيات الاولى اللي بتجنن، اللي يقول الشيخ سعيد الله يرحمه توفى فيها، كأنه يقول للشعب ويقول الشيخ سعيد ترى نحن ماشيين على نهج السوان. كان الشيخ خليفة الله يحفظه والشيخ محمد، وانا كملت اقول له ونحن كشعب ايضا ماشيين على نهج. طيب اليوم علي بتشوف انه في جمهور للديوان الشعري المسموع؟ ان شاء الله، لان من بدا البرومو مالي ينزل او بدا الناس كثير صارت تسالني عن الالبوم. ان شاء الله ناطرينه يعني. ان شاء الله. طيب هيك مين احلى من غنى لك، ومين احلى من عزف لك موسيقى لاغاني؟ والله في كثير طبعا. سريعا. في الامارات عند سميحة احلام الجسمي، كثير من الفنانين يعني. فايز سعيد ايضا اخوي اللي احلى الحان يمكن طلعت منه. فهد الناصر الملحن صديقي واخوي. موسى محمد، مجموعه من الملحنين، مجموعه من الفنانين يعني. انا بدي اتشكر وجودك معنا، وبدي يكون بامضاء البوم كلام الصمت اذا الله راد. والله تشرف. هيدا وعد. بتشكر وجودك على الحوار معنا، دائما ضيف عزيز.